السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان. جولة رياضية من الأخبار المهمة والشيقة إن شاء الله معانا بإذن الله. أول خبر معانا عن محمد صلاح اللي بيهدي جايزة لتريزيجيه. منح محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول ونادي ليفربول الإنجليزي زميله في كتيبة الفراعنة محمود حسن تريزيجيه جايزة أفضل لاعب في ودية بلجيكا اللي أقيمت بالأمس. وكان المنتخب المصري تغلب على نظيره البلجيكي وديا يوم الجمعة بهدفين لهدف في مباراة أقيمت على ملعب جابر الأحمد بالكويت. وحصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في المباراة، لكنه بعد التوجه لغرف خلع الملابس قرر إهداء تلك الجائزة لنجم طرابزونسبور التركي محمود حسن تريزيجيه. الخبر الثاني عن ساديو ماني خارج المونديال. بما لدى مجال الشك ان ساديو ماني نجم المنتخب السنغالي هيغيب عن منافسات كأس العالم في قطر بسبب الإصابة اللي تعرض ليها مع فريق بايرن ميونخ الألماني. وأعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم غياب ساديو ماني رسميا عن كأس العالم في قطر المقرر انطلاقه يوم الأحد اللي هو بكرة إن شاء الله. ونشر اتحاد الكرة السنغالي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بيعلن من خلاله غياب ساديو ماني عن المونديال متمنيا له التعافي في أقرب وقت. وأكد طبيب المنتخب السنغالي في مقطع فيديو أن نادي ماني سيخضع لعملية جراحية وأنه سيتم وضع برنامج علاجي مكثف للاعب. وقال الدكتور كمان إن تم عمل فحص جديد داخل النادي بساديو ماني، وأثبتت أشعة الرنين المغناطيسي إن هو عنده إصابة تحرمه من المونديال قطر. الخبر اللي معانا موعد مباراة افتتاح كأس العالم في قطر لا تنطلق بكرة إن شاء الله. موعد مباراة افتتاح كأس العالم في قطر 2022 والقنوات الناقلة والمعلقين، وبتستمر حتى 18 ديسمبر ومشاركة 32 منتخب مقسمين على 8 مجموعات. وبيقسم المنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور شريط المباراة الافتتاحية بكرة إن شاء الله مع نظيره الإكوادوري. بتنطلق في الساعة 4 عصرا إلى 5 مساء. وهيحكم الماتش إن شاء الله الحكم الإيطالي دانيال أوراساتو، معلنا بداية مباراة قطر والإكوادور ومعها البداية الرسمية للمونديال في 6 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد البيت في العاصمة الدوحة. المفاجأة إن قناة بين سبورت أعلنت إن هيتم إذاعة 22 مباراة من كأس العالم على النايلسات، وهتنقلها ابتداء من مباراة قطر والإكوادور. عارفين إن قناة بين سبورت هتذيع المباريات على قنوات ماكس 1 وبي ان سبورتس وماكس 2 وبي ان سبورتس 4 في اللقاءات على الهواء مباشرة، ويسبقه ويليه استوديو تحليل أبرز اللقطات الفنية والتحكيمية. بنتمنى للجميع مشاهدة ممتعة. اللي هيعلق على المباراة قطر والإكوادور بكرة حكم معلقين. المعلق الأولاني سيف يوسف، والمعلق الثاني عصام الشوالي على القناة الصوتية الثانية. المنتخب القطري أول مرة بيتأهل لنهائيات كأس العالم وذلك بسبب تنظيم البطولة. يعني كأس العالم يعني منتخب قطر ما سبقلوش إن هو يتأهل لكأس العالم قبل كده، ودي المرة الأولى اللي بيشارك فيها منتخب قطر. موعد افتتاح المباراة هيكون قلنا الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة و7 مساء بتوقيت الدوحة. اللي يحكم المباراة الإيطالي دانيال أوراساتو، ودي المرة الأولى اللي في مسيرة الحكم الإيطالي إن هو يحكم مباراة في كأس العالم. هو شارك صحيح في كأس العالم قبل كده ولكن كحكم ساحة أو حكم فيديو. ومن هو دانيال أوراساتو حكم إيطالي عمره 46 سنة، بدأ مشواره التحكيمي في سنة 2002 وتم تقليده الشارة الدولية في عام 2010 قبل ما يصبح أحد أفضل حكام القارة الأوروبية والحكم الأول في إيطاليا حاليا.
وأحد حكام النخبة في قارة أوروبا. رغم كونه أحد أبرز الحكام وتولي مسؤولية عدد كبير من المباريات الهامة في القارة الأوروبية، إلا إن المرة الأولى اللي بيشارك فيها دانييلي في كأس العالم كحكم ساحة. زي ما قلنا سبق له إن هو شارك في كأس العالم 2018 بروسيا، ولكن كحكم لتقنية الفيديو. بيشتهر الحكم ده بكثرة إشارة الإنذارات والكرة الحمراء والصفراء. قبل كده عطل يعني أشهر 2573 بطاقة صفراء و63 بطاقة حمراء في 538 مباراة قادها وحكمها، إضافة إلى احتساب 140 ركلة جزاء. يعني الحكم ده مشهور بالكرة الصفراء أكتر من الحمراء. كده بتنتهي الأخبار العالمية. معانا الأخبار اللي بتخص النادي الأهلي، والخبر الأولاني بيقول الأهلي ينفي التفريط في مصطفى سعد ميسي. في تقرير صحفي اتكلمت عن ممكن رحيل مصطفى سعد ميسي الوافد الجديد للأهلي من فريق سيراميكا اللي اتنقل في الانتقالات الشتوية اللي فاتت. الخبر بيقول إن ممكن مصطفى سعد ميسي يسيب النادي الأهلي، وفيه مواقع كدبت الخبر وقالت إن كل ما أثير عن تفريط الأهلي في مصطفى سعد ميسي غير صحيح ولم يحدث. إن النادي الأهلي فتح باب الرحيل للاعب، والجميع ينتظر الحصول على فرصة تحت قيادة مارسيل كولر. صحيح إن في بعض اللعيبة ما شاركتش، ولكن الأهلي عاوز كل لعيب اشتراه. غير صحيح ان الناس بتقول لك ان سيراميكا بيحاول التعاقد مع اللاعب ولا يلعب وليكن على سبيل الاعاره، والكلام ده غير صحيح. وخصوصا ان النادي الاهلي ملعبش غير 3 مباريات في الدوري ومباراتين في دوري الابطال، وبينتظر الاهلي موسم طويل ممتد ما بين الدوري والكاس. الاهلي كان عمل تدريبات النهارده الاربع، وصل تدريبات صباح اليوم الأهلي عمل تدريبات النهارده السبت على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بيستعد للدوري والكاس. ومارسيل كولر اجتمع مع المدير الفني، اجتمع باللعيبة قبل انطلاق المران الجماعي وتحدث عن بعض التعليمات الفنية مع اللعيبة. قاد المران أندرياس أندويا مدرب الأحمال واللاعبين في فقرة بدنية بالكورة في بداية فقرات المران. أما المدرب سامي وصال فقاد فقرة تدريبية للاعبين على تصويب المرمى. وعن محمود متولي مدافع الفريق، اللاعب عمل تدريبات جري حول الملعب، وذلك لضمان من ضمن البرنامج المحدد له للتخلص من الإصابة المتعرض ليها اللاعب في معسكر المنتخب. وقرر المدير الفني منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا الأحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته صباح الاثنين. وبيستعد الأهلي حاليا لمواجهة فريق المقاولون العرب في بطولة كأس مصر. إلى هنا تنتهي أخبارنا الرياضية. إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.